أسعار الدواجن تفاجئ الجميع بكام كيلو الفراخ والبانيه النهارده الخميس. النهارده موضوع مهم جدا لكل بيت مصري بيتابع أسعار الدواجن والدواجن البيضاء في السوق. الأخبار السعيدة أن أسعار الدواجن شهدت تراجع ملحوظ في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، وده بسبب زيادة المعروض وتحسن الإنتاج عند المزارعين، والنتيجة أن الأسعار اتعدلت ونزلت شوية. طب أبرز الأسعار النهاردة إيه؟ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة ب 68 جنيه بدل ما كان ب 75 جنيه، وسعره للمستهلك في السوق بيبدأ من 83 جنيه بعد ما كان أعلى من كده بكتير. سعر الفراخ الساس والحمراء ب 85 جنيه بالمزرعة بعد ما كان ب 91 جنيه، والمستهلك بيبدأ يشتريها من 98 جنيه. الفراخ البلدي في المزرعة سعرها ثابت عند ال 110 جنيه، وبتوصل للمستهلك ب 125 جنيه للكيلو وأكتر من كده. سعر كيلو البانيه نزل من 200 جنيه ل 180 جنيه في بعض المحلات. وكمان سعر الأوراق بقى بين 80 و 90 جنيه، الأجنحة ما بين 60 و 70 جنيه، جوز الحمام ب 170 جنيه في السوق النهارده. أسعار البيض كمان اتغيرت شوية. كرتونة البيض الأحمر جملة ب 110 جنيه وبتوصل للمستهلك ب 130 جنيه. كرتونة البيض الأبيض جملة ب 110 جنيه وبتوصل للمستهلك ب 130 جنيه. أما كرتونة البيض البلدي ب 135 جنيه في الجملة وبتوصل للمستهلك ب 150 جنيه. طيب ليه الأسعار نزلت؟ رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في الجيزة قال إن زيادة الإنتاج في مصر وصلت لفائض حوالي 25%، وده خلى المعروض يزيد في السوق، والنتيجة إن الأسعار بتتماسك وبتنزل بدل ما كانت غالية قبل كده. هو فعلا صناعة الدواجن في مصر قوية. نقطة مهمة كمان إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، وبعض الصادرات بتوصل لدول عربية، وده معناه إن السوق المحلي مش محتاج استيراد كتير، وده كويس للأمن الغذائي. الخلاصة، الفراخ النهاردة بقت أقل من قبل كده، خصوصا الفراخ البيضاء والساس والبانيه. كمان أسعار البيض مستقرة أو أعلى شوية حسب النوع. الإنتاج العالي في مصر ساعد في تعديل الأسعار وتوازنها في السوق.